السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا ساعه ما عملت المسقعه كان فاضل عندي حته لحمه مفرومه، فقلت اقوم اعمل بيها ايه صينيه جلاش تستاهل بقكم. بصوا الحلاوه والطعمه. انا نص كيلو اللحمه المفرومه قسمته على 3 حاجات. هنا بقى ايه؟ هحط معلقه شويه سمنه وشويه لبن وحبة بيكنج باودر، شعرة صغيرة كده، عشان ايه؟ تنفشهولي كده وتخليه طعمه جميل جدا. ما تنسوش تجربوه ومش هتندموا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رمضان مشي خلاص، فاضل له 2 3 كده وهيمشي. شهر بجد بجد، شهر ما شاء الله، يعني احلى شهر. قاعدين بقى نغني دلوقتي ايه؟ بدري 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 يا شهر الصيام. دهنت الصينية بتاعتي طبعا سمنة. انا مش هعلمكم طبعا، انتوا عارفين كل حاجة يعني، معلش انا غلسة. دهنت صينيتي سمنة كويس. ودي ورقة الجلاش، انا بشتري الجلاش بتاعي من الفطاطري. هفردها بقى ايه واحط ايه ورقة ورقة كده ايه، وهعوصها ايه من اللبن اللي انا عملته بالسمنة وكده. هحط الورقة بتاعتي. معلش كانت الصينية بتاعتي المربعة مش فاضية، فعشان كده رحت عاملة في المدورة. مفيش حاجة هتقول لأ. يلا حبايبي بقى، ما عملش اشتراك في القناة يشترك في القناة. وما تنسوش كده بقيت شهيصوني كده، شهيصوني، سمعتوني؟ شهيصوني. عايزة لايكات كتير كده بجد، يعني مش عارفة مالي بالظبط. هنا نزلت باللحمة اللي انا كنت معصجاها معاكو ساعة المسقعة اللي بالبشاميل. هفردها بقى في الصينية بتاعتي كويس، وهنزل بايه بقية كمية ورقة الجلاش. اهو يا حبايبي. هاتين بقى كل ورقة وكل ورقتين، هي كده كده بتتسقي لما اما بخلص هسقيها كلها بالباقي الخلطة اللي انا عملتها قدامكم. هرص الكمية بتاعتي كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي. كده ايه، خلصت الكمية بتاعتي خلاص، اهي قربت تخلص. انا وجعت دماغكم بجد بجد، طعمها حلو قوي قوي قوي. عجبت ولادي، المسقعة اللي كنت عاملاها معاكم برضو عجبت ولادي جدا. قالوا لي اول مرة ناكل احنا قولة المسقعة بالبشاميل دي يا ماما. ما تنسوش تجربوهم. واللي عايز حاجة ان انا اعملها له هعملها له. معلش انا اليومين دول كنت تعبانة وكان عندي حالة وفاة اخويا وكده. ادعوا له بالرحمة، الله يرحمه، هو وابني وامواتنا واموات المسلمين كلها. اهو بعد ما قطعته يا حبايبي الجلاش بتاعي، الخليط اللي انا كنت عاملاه معاكم دلقته عليه. انا ما بحطش بيض، انا مش من غوات البيض بصراحه. هنا بصوا ساعه ما استوت، بعد ما استوت صينيتي،
اهو يا حبايبي بصوا، انا بحط على الخلطة على اللحمة بتاعتي يا حبايبي قطاية كده بضربها، بس ما بحطش فلفل اخضر. الفلفل الاخضر بيضيع طعم اللحمة، عشان كده انا ما بحطش في اي لحوم عندي فلفل اخضر. اهو خلصت. بعد ما خلصت اقول لكم حبايبي، ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وعايز